إن الذي أتت هي ميرا صدام حسين، ولذلك لم يضيقوا الحوثيون وأنصارهم إلا عندما ذهبت وتصورت عند هذه العمارة الذي أعطيت من رجال أهل كرم، ولذا رحت عندما احتجزت وقد سجنت 9 أشهر، وطلعت أنا كل مذكراتها وصور جنسياتها لدي وموجودة في جهة المزبوطات، وعملت أنا مواقف. ولكن اعلموا أن ما وقع لي أنا وميرا صدام حسين أنه عملية استخطاف إجرامية يقودها المجرم التعيس فارس مناع السحاري، مع أنه شرى الحوثيين مثل أبو علي الحاكم والأنذال بفلوس، وشرى كثير القبائل بعضهم من يعني لا المقربين، وهذه المصيبة. لكن عندما أتت إلي وقصت شعرها فهذا عيب وعار في اليمنيون والعرب في جزيرة العرب. ميرا صدام حسين المجيد هي لاجئة، هي عزيزة قوم ذلت، وعندما أتت تريد الاستغاثة ذهبنا وأخذتنا أكثر من 60 طقم، ولذا ودونا إلى بيت ليس سجن. إذا الحوثيين وفارس مناع يقولوا أنه سجن، وجرى علي تحقيق أنا وميرا صدام حسين، وبصمت ببهامي فيرسلوا صور التحقيق أنا وهي في بيت على حراسة مكثفة وفي بدروم. والله على ما أقول شهيدي وما ألقاه إنني مرضت، مع أني أعاني مرض وأني طلبت المستشفى، والله علي ضمينا منعوا مني العلاج، ولكن أنقذني الله عز وجل. أما الولد عمر هذا هو ربته، لأن أمه هي سمية ومتوفية بنت الزبيري، ولكن ربته ميرا وطرحت باسمه حفاظا أمنيا عليها، ولذا هو مسجون معي أنا وهي، أصلا ما تمشي إلا هو معها. أما الشيبة الزبيري فهم أتوا من بيته ويضربوها أمام عيني من أجل إهانته، وقبيلة أرحب ومشايخها يعلمون بذلك إنه يضرب، وقبائل نهم يعلمون إن عمر معذب الآن. فميرا صدام حسين أخرجوها يوم الجمعة من عندي، فيلم كوميدي إجرامي. بعضهم من الناس الذي من ربعي ذهبوا وخططوا وعملوا كما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لذا صوروا. ورجعت عندي يوم الجمعة، أنا ما خرجت اليوم السبت، فقالت أنا يريدوا ضربي إني أقر أنا بن صدام حسين، لكني احتضنت عمي أحمد ويعتبر والدي ربها 18 سنة. اليوم أنا خرجت من أرضي والتقيت بكم يا أبناء قبائل دهم، قبائل بني نوف تركز البيض لهم من الأرض إلى السماء مليون مرة، بالخصوص رجال كرماء أصحاب مبادئ. في اليوم أنا أتيت وخرجت أنا كلجو وكرامة، واليوم هذا جفلي عند العرب وعند اليمنيون وعند المسلمون. الكرامة غالية. أنا أريد قطاع مكتل في قبيلة إسحاق. اليوم هذا الاستقبال من أبناء قبائل دام وقبائل اليمن سيأتوا إلى هنا في منطقة الريان. أريد قطاع السحاري ينقبض، فارس مناع دخل علي، وعلي حسين الحوثي وأبو علي الحاكم، هؤلاء أتوني في البيت لكي يجبرونا للتبصيم أننا نعترف بكل هذه الجرائم. فوالله ما رضيت أبصم، والله 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 1000 مرة إنهم أخذوا إجباري للتبصيم، ولكني غلب. و50 يوم معذب بالتعذيب من أجل كرامتي أيها الناس.
القبائل الآخرين، المناهيل، السيعر، وكذلك المهرة، وكل القبائل اليمنية هم إلا يريدوا تصريح مني، وأنا كنت أريد أخرج وما عملته من مقابلة، خاصة يوم الجعبة فوقي فهم ألبسونيها من أجل أتكلم وأنا في السجن. أما البيان يوم خرج من السجن فهو حفاظا علي من أجل أخرج وأسبب الخروج لهذه المرأة الضعيفة. والله إننا تعرضنا لكل المصائب، لكن كرامتي والله لا أظل شامخا، وإني لا أرجع إلا بقتال عظيم. اليوم علينا الكرامة وحفاظ الكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. أهلا وسهلا. يلا صفوا. أول شيء صلوا على رسول الله. لحظة. صلوا على رسول الله. أنتم جيتوا مرحبا ومسهلا، وموقفكم مشرف لرجال بكير خاصة واليمن عامة وموقفك كلها. اليوم مرحبا ومسهلا، أنت عند قبائلك جسم بني نوح وشد حزامك، وما هو سن ما هو سن ويطلب مشان القضية هذه، فاحنا مستعدين رجالنا واموالنا ونعم خبر قبائلنا بينه بان تواصل ولا تكون لا اسبور باذن الله، وشرفها من رجال الدهم الباقيين واهل اليمن. الله والقبيله العربيه حاشد كل اليمنيين حاكما كل القبيله اليمنيه. هم يريدوا طمس الهويه القبليه. علمنا وسلامتك. يريدوا طمس الهويه القبليه بشكل عام، ونحن تاريخنا لا يجعل واحد. ابانا واجدادنا حلفاء حتى مع ال سعود. تاريخنا قديم، ولا ممكن يجعلوا ناس يبيعوا مخلفات الدجاج واليوم يريدوا يعملون قياده ويعملون انهم رجال. والله مش رجال، ولا ما هانوا امراه لاقيه ضعيفه تعور كل اليمنيين وكل العرب. فاذا اصبحت ما هي ميراث صدام حسين فانا اقدم قطع رقبتي انا وابنائي صغير وكبير تحكيما للدول العربيه والمسلمين، معترف بها دولي واقليمي. يا شيخ حمد، صلى على النبي.